الخطوات اللي انا هقول لكم عليها اللي انا مشيت عليها بالظبط، هقول لكم ازاي نغير شكلنا من الشكل ده للشكل ده. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، سبسكرايب، اعملوا فولو الانستجرام بتاعي. يلا بينا نبتدي في الفيديو. الخطوة الأولى، ودي كانت من أهم الخطوات وحقيقي كانت من أصعب الخطوات، هي مش أصعب خطوة بس كانت من أصعب الخطوات، هي إني أعرف إيه هو الستايل اللي أنا بحبه، إيه الستايل اللي أنا فعلا برتاح وأنا لابساه. وده بنعمله عن طريق 3 حاجات، أو بنعرفه عن طريق 3 حاجات. أول حاجة إننا نعرف إيه الستايل اللي إحنا بنحبه لمدة أسبوعين، الحاجة اللي إحنا بنلبسها وبنرتاح فيها نعمل لها سيف عندنا، مثلا في صورة نصور نفسنا، حتى لو الصورة دي مش هنزلها ولا أي حاجة، بس نعرف إيه هو الحاجة اللي احنا فعلا بنرتاح فيها. تاني حاجة اننا نسكرول بهدف. يعني ايه نسكرول بهدف؟ يعني مثلا انا دلوقتي قاعدة على بنترست، على انستجرام، ما افضلش كده اعمل سكرول من غير اي فايدة، لا. يعني مثلا اشوف ايه اكتر ستايل، او مثلا اشوف يوتيوبر او انستجرامر، او مثلا اي حد بلوجر انا بحبه جدا، واعمل سيف للستايل اللي هما بيلبسوه اللي انا شايفاه حلو. تمام، انا ما بقولش هنلبس هو لا، احنا بس عايزين نعرف ايه هو الستايل اللي احنا فعلا بنحبه. تالت حاجة، اجيب كل الافلام اللي انا بحبها واشوف ايه اللبس المشترك ما بين البطلات اللي انا بحبهم. يعني انا مثلا هقول لكم انا عملت ايه. انا كنت في الفتره دي او لحد دلوقتي طبعا اكتر فيلم انا بحبه هو بريتي وومن. بريتي وومن ليه؟ عشان هو كان فتره الثمانينات التسعينات الجو ده. فانا جبت الفيلم، قعدت اتفرج كده على اللبس بتاعهم، قعدت اتفرج على فيلم جوليا روبرتس، وقعدت اتفرج على الممثلات اللي كانوا في الفتره دي، وجبت كذا اوتفيت من عندهم وبس. يعني اعمل لهم سيف عندي، انا مش مطلوب مني في اللحظه دي غير كده ان انا اعرف بس ايه الحاجه اللي انا بحبها. وعلى فكره انا لما عملت كده طلعت لي كذا نتيجه. اول نتيجه ان انا بحب جدا لبس الكاجوال شيك، تاني نتيجه ان انا بحب جدا اي حاجه فينتج واي حاجه قديمه. فده خلاني اقرب اكتر من نفسي واعرف حاجه عن نفسي بصراحه انا ما كنتش عارفاها قبل كده. وتاني خطوة هي اني اعرف ازاي اطبق كل المعلومات اللي انا جبتها دي، وكل الاوتفيتس اللي انا شفتها دي، وان انا غذيت بصري بالمنظر ده، كل ده المفروض اطبقه على نفسي ازاي. دي كانت تاني مشكلة قابلتني. الكلام اللي انا بقوله لكم ده من فترة مثلا اول سنة دخلت فيها الكلية لحد اخر لحظة خرجت فيها من الكلية. تمام، يعني الكلام ده من 5 سنين فاتوا بالظبط. من اول سنة في الكلية دخلت كان عندي مشكلة رهيبة في اللبس، كان منظر لبسي بالمنظر ده. لحد اخر سنه بالظبط اتخرجت كان منظر لبسي بالمنظر ده. في تغير شاسع. واول مشكله حقيقي قابلتني في الموضوع ده هي اني ازاي اطبق كل الستايل اللي انا شفته والستايل اللي انا حبيته واللي فعلا من قلبي ارتبطت بيه، ازاي اطبقه على لبسي. المرحلة دي بقى خدت مني بالظبط سنتين، يعني من تاني سنة في الكلية وتالت سنة في الكلية. أنا كليتي 5 سنين، خدت تاني وتالت سنة بعمل فيها الخطوة دي. أول حاجة إن أنا أعرف إيه اللي موجود في دولابي، إيه اللي أنا محتاجاه بالظبط وإيه اللي أنا فعلا مش محتاجاه. انا كان دولابي كله هايس مع بعضه كده، كل حاجه في الدولاب كانت عباره عن لون اسود، لان انا حد بيحب قوي اللون الاسود. فانا كان عندي كل لبسي لون اسود، كل ما انزل اشتري حاجه كنت اشتري حاجه باللون الاسود. فبقى عندي حاجات كتير جدا انا فعلا مش محتاجاها ومش هلبسها، هي بس ماليه الدولاب على الفاضي، مخلياني مش عارفه اشوف ايه هي الحاجه اللي عندي. فانا شلت كل اللبس اللي انا مش محتاجاه وسبت بس القطع اللي انا فعلا محتاجاها. طبعا كان عددها قليل جدا جدا مقارنه باللي انا كان عندي. كل اللي كان عندي خلاص اتشال. تاني حاجة بقى عملتها ان انا عملت ليست لنفسي، ليست بالحاجات اللي انا محتاجاها بالظبط. واستنوا ممكن اوريكم الليست بتاعتي من تاني سنة في الكلية. استنوا هوريها لكم بس ما تضحكوش عليا. بصوا، دي الليست بتاعتي. انا فضلت اعمل كده بالظبط لمده سنتين. كل سنتين بصوا بجيب مثلا انا طلعت اوتفيت انا محتاجه في الاوتفيت عشان يكمل بالمنظر اللي انا متخيلاه بالظبط. محتاجه مثلا جزمه معينه، كوتشي، شنطه كده. بدات اكتب كل حاجه بالاسعار المتوقعه اللي انا هعملها، لان طبعا الموضوع ده خد مني سنتين علشان انا كنت بحوش من مصروفي. فطبعا لو انتوا عندكم الامكانيات اللي انتوا تشتروا كل الحاجه دي في فتره اقل من كده، هيبقى طبعا اسهل بكتير وهتاخد معاك وقت اقل بكتير. بالظبط ما كنت بكتب كل الحاجات اللي انا محتاجاها دي زي ما انتوا شفتوا، كلها كنت بنزل اجمعها في السيل، كلها كنت بنزل اشتريها في السيل، لاني كنت حابه جدا ان انا الحاجه بتاعتي ما يبقاش عدد على الفاضي. لا، انا كنت حابه ان كل حاجه تكون يعني خامتها كويسه. فانا اشتريت الحاجه كانت سعرها يعني مقارنه طبعا باللبس اللي انا كنت بشتريه قبل كده سعرها كان بيبقى اغلى شويه، بس في نفس الوقت كنت بنزل اشتريها في السيل عشان السعر كان يبقى اقل شويه، لان طبعا في كل ده انا طالبه وباخد مصروف، فكان لازم اظبط كل ده على اساس مصروفي. تالت حاجه عملتها وهي من الجزء بتاع التغذيه البصريه اللي
اللي انا كنت قلت لكم عليه قبل كده. يعني مثلا انا دلوقتي مثلا خلاص اشتريت كل الحاجات اللي انا محتاجاها، بس انا حابه اتفرج اكتر، انا حابه اشوف اكتر المحلات دي بتنزل ايه والاماكن دي بتنزل ايه، حاجه تعمل لي فعلا تغذيه بصريه زي اللي كانوا بيقولوا لنا عليها في الكليه. فانا لحد اللحظه دي فعلا انا بنزل كل اسبوع مثلا مكان اقعد اتفرج فيه على اللبس، اتفرج فيه على الموضه، حتى بنزله على انستجرام كل اسبوع، لو حابين ممكن تروحوا تشوفوه من غير ما تعملوا فولو ولا اي حاجه، عادي يعني. انا بس الاكونت دلوقتي مؤقتا عاملاه برايفت، بس بعد كده هفتحه عادي. فلو حابين تشوفوا، انا بنزل عاده كل خميس او كل جمعه، بنزل في محل مثلا، او انا عاده بنزل مثلا في محل اقعد اتفرج على الحاجات اللي فيه، واقعد اشوف ايه هي الموضه مثلا، ايه الحاجات اللي اتغيرت، ايه الحاجات اللي ما اتغيرتش. الموضوع ده خلى عندي سرعه بديهه اكتر في ان انا اعرف اختار الاوتفيت الصح. ولو مش عارفين مثلا او مش عارفين تحددوا الاوتفيت اللي انتوا تعملوه، استنوا اخر الفيديو واقول لكم على طريقه كمان بعملها حلوه جدا. بعد ما اشتريت كل الحاجات اللي انا كنت محتاجاها وبدات اجمعها، وعلى فكره انا طبعا عارفه ان ده هبل مني، بس انا ما كنتش بنزل بولا حاجه فيهم انا بشتريها جديده. يعني لمده سنتين انا بس بشتري، كنت بشتري طبعا الحاجات البيزكس علشان الموضوع ما يختلفش مني، ومثلا اجي بعد سنتين يا لهوي طب انا هعمل ايه كده. فلا، كنت بشتري الحاجات البيزكس اللي مهما حصل مش هتتغير. تمام. المرحله اللي الحاجه الوحيده اللي كانت صاحبتي فيها، اللي هي الفتره اللي قبل سنه تالتة على طول، كانت المرايه. المرايه كانت صاحبتي الاولى والاخيره في الوقت ده حقيقي. انا خلاص كنت اشتريت كل لبس، وخلاص كنت جمعت اغلب الحاجات اللي انا فعلا كنت محتاجاها، طبعا الحاجات البدائيه اللي هي لسه في الاول، اللي هي تخليني اقدر اعمل اوتفيت حلو حلو يتشاف كده، اللي هو لا حاجه يعني ارتستيك كده شويه وستايلش. تمام. فانا المرايه كانت صاحبتي الوحيده في الفتره دي، بقعد كل يوم حرفيا اقعد اجرب قصاد المرايه لبس. مثلا في ايام والله كنت بقعد بالساعات، يعني ساعات كتير، يعني مثلا من الساعه 6 لحد الساعه 10 بالليل بقعد بس اجرب لبس. وعاده كمان كنت ولحد اللحظه دي بقى بعمل لي يوم مثلا في الاسبوع، يعني مثلا يوم خميس اقعد اجرب فيه اللبس اللي عندي. وده خلاني عندي اكتر ان انا مثلا انا خلاص بقيت حافظه لبسي في مخي. فبقى مثلا لو انا عايزه البس حاجه، اللي هو لا خلاص انا هجيب الحاجه دي هتتلبس، الحاجه دي انا عارفه انا هلبسها ازاي وبطريقه عامله ازاي، عارفه ازاي اخليها كاجوال، عارفه ازاي اخليها دريسي. ده المفروض، ده اللي انتوا الخطوات بالظبط اللي انتوا لو مشيتوا عليها ولسه هتمشوا على الخطوات اللي انا هقولها لكم بعد كده، هتعرفوا توصلوا للنقطه دي كويس قوي. حاجه ملهاش علاقه باي حاجه من اللي انا كنت بقولها، بس انا بحب ستاربكس جدا. فده طبعا ده المج بتاعه جواه كابتشينو عادي. انا نسيت اقول لكم تشربوا حاجه في اول الفيديو. نيجي بقى للحظة اللي بنطبق فيها كل الكلام اللي احنا اتعلمناه من 3 سنين ده. في اللحظة دي تطبيق كل حاجة اتعلمناها على الواقع. اللحظة دي بالنسبة لي كانت في أول سنة في سنة تالتة. تمام. أنا نزلت في أول سنة في أول سنة في سنة تالتة، اللي أنا بقوله ده بجد من أول يوم في سنة تالتة. أنا فاكرة بصراحة اليوم ده، يعني صحابي كان عاجبهم جدا الأوتفيت بتاعي، كنت لابسة سكيرت بليتد وكنت لابسة عليها قميص بيزك جدا أبيض، بما إني طبعا كان كل دولابي عبارة عن بيزكس. فكانت السكيرت كان لونها أسود، القميص كان لونه أبيض، الحاجات كانت بيزكس جدا، أنا ما كنتش مخترعة فيها، بس لبستها بطريقه شيك وبطريقه حلوه. للاسف انا ما كنتش مصوراه لان انا في الفتره دي ما كنتش لسه بدات احب التصوير قوي، بس يعني الاوتفيت ده كان حلو جدا. حاجه من الحاجات اللي مش المفروض ابدا تتخطوها، البرفيوم. انا عارفه طبعا الكلام ده اكيد سمعتوه قبل كده كتير، بس حقيقي البرفيوم قادر ان هو يخلي الناس تعرفكم من قبل اصلا ما تدخلوا، وده الكلام اللي صحابي بصراحه كانوا بيقولوه لي. يعني انا مثلا اول ما ادخل الاتيليه، لا صحابي عرفوا وسام جت عشان البرفيوم بتاعها. فحاولوا ان انتوا تعملوا لنفسكم بالاوتفيتس بتاعكم بالستايل بتاعكم بالبرفيوم بتاعكم ماركه. خلوا الناس تعرف اسمكم وتعرف شكلكم وتعرف من وانتوا كده ماشيين، لا دي وسام، عشان يعني مش وسام او اي حد يعني، لا ده الشخص ده علشان هو لابس بالطريقه دي فمحدش تاني بيلبس بالطريقه دي غيره. خلي الناس تعرفكم بالطريقه دي، اعملوا براند لنفسكم. انتقادات في الاول جدا بتاعت لا انت ليه لبستي كده، طب ليه يا بنتي تغيري شكلك، طب فيها ايه، بس اوعوا تسمعوا لاي حد. حقيقي نفس الشخصيات دي بعد كده هتيجي تقول لا لبسكم حلو بجد، لا فعلا انتوا اتغيرتوا بطريقه حلوه جدا. وده فعلا اللي حصل معايا، يعني انا ناس كتير جدا الحمد لله الحمد لله يا رب بجد كان بيجي لي كومنت على لبسي حلوه جدا، وده من صحابي اللي في الكليه اللي انا معاشراهم وقاعده معاهم 3 سنين. فبجد الاحساس ده كان بالنسبه لي حقيقي احلى احساس في الدنيا، وهيبقى بالنسبه لكم كمان احساس كويس جدا وحلو قوي، وهيزيد من ثقتكم في نفسكم قوي. ورا مره وسنه ورا سنه قعدت سنتين كاملين بقى ستايلي بجد الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كل الناس اللي تعرفني في الكليه بقت عارفه ان لا وسام بتلبس حلو، وبقى ستايلي الكذا كذا كذا كذا.
بقيت بلبس حلو. ودي كانت حاجة لو مثلا شفت شكلي في الاول زي الصورة دي مثلا، اللي هو مستحيل مستحيل دي هي دي، محدش ابدا كان ممكن يصدق، انا شخصيا ما كانش ممكن اصدق. هنيجي بقى لستيب نمبر 5، ودي الحاجة اللي يعني بصوا بعد ما خلاص انتوا عملتوا كل ده، هيجي لحظة كده في وقت هتيجوا تقولوا لا انا مش عارفة البس ايه، هتقولوا انا خلاص لبست كل حاجة انا كان ممكن البسها. وفي الحالة دي هيجي دور ستيب نمبر 5. نمبر 5 بتقول انكوا لو مخكوا توقف، مخكوا ما بقاش عارف لا انا هلبس ايه النهارده، خلاص انا تاني ما بقاش عندي لبس، تاني هرجع لنفس الطريقه في الاول. ده اللي حصل معايا، ان انا رجعت بالتفكير ده تاني. تمام. فساعتها بفتح المود بورد بتاعتي. المود بورد بتاعتي يعني ايه؟ يعني الحاجه اللي انا مسيفه عليها بقى كل الستايلات اللي انا بحبهم. في يوتيوبر انا بحبها جدا اسمها ساره هاني، اكيد كل الناس عارفاها. انا بفتح فعلا لما دلوقتي في الفتره دي يعني انا مثلا مش عارفه البس ايه، ممكن افتح عادي جدا من لبسها واتفرج على لبسها، هيطلع لي ستايلات. في مثلا يوتيوبرز تانيين كتير جدا، بس انا قلت ساره هاني لان هي اشهرهم، بس فعلا في يوتيوبرز كتير جدا تانيين انا بحب جدا الستايلات بتاعتهم. بفتح اليوتيوب مش يوتيوب، بفتح الانستجرام بتاعهم واقعد اتفرج. في بلوجر كتير جدا حجاب بلوجر وبلوجر عاديين كمان، بستفيد جدا من الستايلات بتاعتهم. دي المود بورد بتاعتي. المود بورد بتاعتي دي عاملاها ازاي؟ عامله انستجرام خاص بيا انا لوحدي بس، محدش بيشوفه. بسيف عليه كل الاوتفيتس اللي على انستجرام اللي بتعجبني. بفتح مثلا علامه السيرش زي اللي هي موجوده هنا دي، بفتح علامه السيرش وبفضل اسكرول كده، واي اوتفيت يعجبني كنت بعمل له سيف. تمام. كمان اول اوتفيت بيعجبني مثلا، او اي اوتفيت يعني بيعجبني من بنترست، بعمل له سيف على المود بورد دي. تمام. لما اكون صاحيه في يوم مش عارفه لا انا البس ايه، بفتح المود بورد دي. حقيقي اكتر حاجه هتنفعكم، هتحسوا كده بنور في مخكم، لا انا جات لي فكره ستايلات جديده. وساعتها هتقدروا تنتقلوا من الفتره ان انتوا كنتوا بتلبسوا الحاجات البيزكس العاديه اللي شكلها حلو، اللي فعلا كانت بتعجب الناس، للناحيه التانية خالص اللي هي الحاجات بقى الستايلش، الحاجات اللي هو الناس تشوفها هي ازاي لبست كده، احنا مش متوقعين ده، احنا مش عينينا مش متعوده على الطريقه دي. دي الطريقه اللي انا الحمد لله قدرت اوصل لها في الاخر. دي كانت الخطوات بالظبط اللي انا مشيت عليها، والحمد لله اقدر اقول ان انا دلوقتي فعلا، وان انتوا كمان لو مشيتوا على الطريقه دي، ان كل الناس هتعرف ان انتوا ليكوا ستايل معين، انتوا ليكوا طريقه معينه. الحمد لله انا وصلت لدرجه فعلا وانا ماشيه في الكليه او كده، او الناس اللي تعرفني او فيسبوك عندي الناس اللي تعرفني او كده بقوا عارفين ان لا وسام بتلبس حلو. فيعني وصلت لدرجه الحمد لله ان كل الناس بقت عارفه ان وسام بتحب الفاشن، لدرجه ان مشروع تخرجي عملته عن الفاشن. ودي كانت اقرب حاجه ليا حقيقي، ده كان هنت ونور كده جالي فجاه، ما كنتش عارفه اعمل مشروع تخرجي عن ايه، اللي هو الدكتور قالت فجاه اعملوا حاجه انتوا بتحبوها. لقيت ان اكتر حاجه انا بحبها في حياتي هي الفاشن. وساعتها لما عملت مشروع التخرج اصلا ما كنتش متخيله كميه الاكتيفيتي اللي جت على يعني على البوست، اللي هو ايه ده في ايه يا جماعه، انا البوست بتاعي بدا يوصل اول مره 200 300 400 500 600، وصل ل 900 وحاجه، وانا مش مصدقه، اللي هو كميه شير كمان رهيبه. كل ده عشان عملت الحاجه اللي انا بحبها. اعملوا الحاجه اللي انتوا بتحبوها عشان انتوا بتحبوها، البسوا الحاجه اللي انتوا بتحبوها عشان انتوا بس بتحبوها، مش عشان انتوا عايزين تغيروا شكلكم عشان حد، ولا علشان حد بينتقدكم، ولا كل ده. لا، اعملوا الحاجه دي عشان نفسكم. وده كان اخر الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم وحبيتوه. لو حبيتوا اعملوا لايك سبسكرايب، اعملوا فولو الانستجرام بتاعي، هسيب اللينك بتاعه تحت بس هو مش شغال دلوقتي يعني، ممكن تعملوا فولو وانا هقبل اكسبت يعني، بس عموما انا قافلاه دلوقتي. باي باي.